تعال اكلمك عن المشكلة وحلها. اغلب الشعب المصري بيعاني من حموضة المعدة، بس يا ترى تعرف ايه السبب؟ الحموضة بتحصل لما حمض المعدة بيرجع للمريء، وده بيسبب شعور بالحرقان في الصدر او الحلق. طيب ايه اللي بيسبب الحموضة دي؟ الاكل الدهني والمقلي والتوابل الكتير، وكمان المشروبات الغازية والكافيين زي الشاي والقهوة، كل ده بيساعد على زيادة حموضة المعدة. كمان التدخين بيضعف الصمام اللي بين المعدة والمريء، والوجبات التقيلة أو الأكل قبل النوم بيزود الحموضة. حتى القلق والتوتر ليهم دور في زيادة إفراز الأحماض. طيب إزاي نخفف الحموضة بطرق طبيعية؟ أول حاجة نشرب مياه كتير، المياه بترطب الجسم وبتحسن الهضم، وكمان بتقلل من ارتجاع الحمض. تاني حاجة الزنجبيل مضاد للالتهابات وبيهدي الجهاز الهضمي. طيب هناكله؟ أكيد لأ، ده طعمه صعب قوي، بس احنا ممكن نشربه كشاي أو نضيفه في الأكل. كمان الفاكهة زي الموز والتفاح لأنها بتحتوي على خصائص قلوية بتساعد على معادلة الأحماض. وأغرب حاجة بقى عصير الليمون الدافي، برغم إنه حمضي بس بيوزن القلوية في الجسم. وآخر حاجة وهي اللبان، مضغ اللبان بعد الأكل بيحفز إنتاج اللعاب وبيعدل الأحماض. جرب النصايح دي وهتشوف الفرق، وقول لنا بتعمل إيه لما بتحس بحموضة.